السلام عليكم، صحفتكم ومرحبا بكم في حصة السهرة الوهرانية ولاية وهران على المباشر بعد الفطور كل يوم. هذه الحصة من إعداد وتقديم الدكتورة مايزيز مركز أسبو. معكم كل يوم نستضيف ضيوف جزائريين من مختلف ولايات الجزائر. الحصة السهرة الوهرانية الهدف تاعها نبينوا أن في الجزائر عندنا عدة نشاطات، عدة أعمال، عدة مواهب وعدة إنجازات. هذه السهرة كل يوم بعد الفطور نستضيف والله اكتشافات ما شاء الله. تبعوا معنا الحصة لمدة ساعة كاملة، غادي تشوفوا الجزائر فيها قدرات بشرية. اليوم على المباشر صحة فطوركم وصحة رمضانكم، والحصة تاع اليوم استضفنا رجال الجزائر ما شاء الله، وغادي تسمعوا وتشوفوا الجزائر فيها ناس تخدم وتتعب. راه معنا المنظمة الجزائرية للعمل الخيري والإنساني، هي منظمة وطنية، والمكتب اللي معنا اليوم هو مكتب بلجي ولاية وهران من طرف هؤلاء المدراء، وغادي تسمعوا معنا الأعمال والنشاطات. وقدموا روحهم وتفضلوا. بارك الله فيك الأخت على هذه الاستضافة، بارك الله فيك وصحة فطوركم. معكم السيد شريف حضرية محمد المعروف اسم حمودة، رئيس المنظمة الجزائرية للعمل الخيري والإنساني مكتب بلجيك، دائما في الأعمال الخيرية، ورئيس مكتب أعمال المرجان للبيع والشراء، وعضو في الهلال الأحمر الجزائري لجنة وهران. بارك فيكم. السلام عليكم. والأخ السلام عليكم، رمضان كريم ومسلمي إن شاء الله. معكم السيد بن سعد فتحي، أمين عام للمنظمة الجزائرية للعمل الخيري والإنساني مكتب بلجيك. الله يبارك. دكتور راكم تشوفوا معنا ما شاء الله رجال الجزائر. حصة السهرة الوهرانية ولاية وهران، غيتوي بكم ولاية وهران فيها رجال ونشاطات ما شاء الله. هذه منظمة وطنية ناسيونال، هذه المنظمة اسمها المنظمة الجزائرية للعمل الخيري والإنساني، والمكتب اللي عندنا اليوم تاع ولاية وهران. أول حاجة غادي يفهمونا هذا الرجال في هذه المنظمة شاكم ديروا نشاطات وشاكم ديروا أعمال باش نفهموا العمل الجبار تاع هذه المنظمة هذه دائما في العمل الخيري والإنساني، هي على مدار السنة، على مدار سنة العمل الخيري، والعمل هذا بفضل الله والمحسنين. غادي نهضروا ونعاودوا بفضل الله والمحسنين، كاين المحسنين واصدقاء تاعنا هما اللي يساعدونا في هذا العمل الخيري. العمل الخيري على مدار السنة نقوم كما رمضان هذا قمنا بتوزيع قفات تقريبا 130 قفة. الله يبارك. قفة رمضان، قفة رمضان مع السنة الماضية 150 قفة. رانا كيما نقولوا نهضروا بالدارجة، رانا غير شوية معليش، رانا في 3 سنين في هذه المنظمة، رانا كل خاطر نطوروا في حاجة. رانا نخرجوا كيما قال لك، خرجنا تاع دار العجزة ابائنا وامهاتنا. نورمالمون راكم شفتوا هذاك الفيديو اللي دار ضجه حتى في النهار، ضجه في الجزائر اللي خرجنا بمرسيدس ودرنا بهم. والمنظمه هي المنظمه الجزائريه للعمل الخيري وبالتنسيق مع مكتب اعمال المرجان، هي اللي قامت بهذا الحفل. درنا بهم في الشوارع وهران، من شوارع وهران قمنا بهم عرضنا بمأدبة غذاء بقاعة الحفلات بيراميد. نشكروا ثاني شكرا جزيلا، ونشكر كل من يساهم معنا من قريب ومن بعيد في هذا العمل الخيري. الله يعطيك الصحة. دوك لحسن ما فهمناه، المنظمة نتوما ولاية وهران هذا المكتب بيجي لكم في 3 سنوات في هذا النشاط الخيري. وجبت لنا موضوع مهم كي جبت لنا على قفة رمضان، وقلت لنا هذا رمضان 2025 قسمتوا 130 قفة، تقريبا 130 قفة، ومازال خاصنا الدعم. راه ملي جينا في الهضرة مازال خاصنا الدعم لقفة رمضان ان شاء الله. قفة رمضان تعرفوا باللي شهر رمضان تعرفوا الناس تبقى محتاجة. الله يبارك. والعام اللي فات قلتوا قسمتوا 150 قفة رمضان. صح. فيما يخص قفة رمضان، لأن هذه الحصة راهي متابعة من طرف الشعب تاعنا، وحنا رانا من الشعب والى الشعب، وانا نعرفوا ماذا يدور في المجتمع تاعنا فيما يخص قفة رمضان. علاش نسمعوا بزاف الناس كي تهضر تقول لك حتى قفة رمضان وهم يمدوها بالمعيفة، يمدوها للناس على حساب اختيارات غير عادلة. علاش نلاحظوا بلي كاين ناس تشكي، وماذا بكم جيتوا نتوما اصحاب الميدان فهمونا كي تلموا قفة رمضان ويساعدكم المحسنين وتكونوا كلش واجد، كيف يتم الإجراءات والطريقة في التوزيع العادل والتوزيع الحقيقي. وأعطيكم أمثلة حقيقية في وهران، لأن أنا جبت لكم
الجانب تاع الشعب من واش الناس راهي تشكي في وقفه رمضان. غادي نحكي لك الاخت ودا على هذه الوقفه. انا هذا الضمان كما نقولوا هذا الميدان رانا نفيق فيه في قريب 14 عام، شي غير 30 ولا 4 سنين. حنا درنا هذه المنظمه باش نحموا روحنا نهضوا صراحه قانونيا. الوقفه اللي الناس تشكي منها كما نقولوا، كاين الناس اللي راهي تمد الناس الدراهم من بعد ما تلقاش هذاك العمل تاعها. طابق شغل الناس تعاون يقول خلي درتها ما لقيتهاش. ما كاش ما يبانش. انا غادي نحكي لكم، انا هذه بالنسبه ليا عندي واحد سيمانه ونص صرات لي. تلاقيت مع الصديق، راه هذا باش هكا الناس تعرف. تلاقيت مع الصديق ونورمال ما نقولش بلي انايا نورمال غير باش الناس تعرف. تلاقيت مع الصديق جا سلم عليا قال لي حموده، قال لي غادي نقول لك حاجه، راه فيك واحد الحاجه شابه اللي كاينه تبارطاجيها في الفيسبوك. دوك انا فيها نهضروا راه كاين اجتماعي. قلت انا كيما هكا. يومين زاد ثاني تلاقيت مع واحد صديق قال لي شوف خويا، قال لي ديرها كاينه راك ديرها، ديما يعطوها لك راك بارطاجيها. نهضروا الواقع معناها باش نفهموا الشفافيه. انتم عندكم الشفافيه لما يجي يا ربي اي حاجه تحطوها تبارطاجوها في لاباج. معناها المحسنين راهم يشوفوا بلي الحاجه اللي تجيبوها تحطوها نيشان. والمحسنين نهضروا صراحه، انا المحسنين اللي نعرفهم اصدقاء والله يقول لي خويا نعرفك كي داير بلا ما تبارطاجي بلا الاخر. انا بارطاجي باش نزيد نوعي الناس. كاين واحد اللي ما يعرفوش وين يديروا داك الخير. مين يشوف هذيك كيما نقولوا داك العامل يقول لك بلي فلان بارطاجها شخص يجي عندنا المكتب. هذه هي صح. والمكتب تاعكم جاي في بلجيكا؟ لا المكتب نهضروا صراحه، انا عندي مكتب اعمال ندخل فيه هذا العمل التطوعي. معناه انا باش نوجه الشعب يبغي يتجه عندكم. المكتب في بلقايه. واش اسمه مكتب الاعمال؟ مكتب اعمال مرجان باش الشعب يتوجه لي. نيشان. صح. وقفه رمضان هذه السنه خلاص هي كملت؟ مازال انا فيها ومازال نقسموا ومازال كيما نقولوا مازال نحتاج المساعده. تخيل. صح. وطريقه التقسيم كي تقسموا قفه ما هي الاجراءات؟ كيفاش تقسموا؟ اللي يجي عندكم يدوموند يطلب ويعاون تعطوه ولا كاين اجراءات؟ كاين كيما نقولوا دوسي تاع فيش فاميليار تاع الزيادات كل واحد حنا نشوفوا ونقروا الوضعيه تاعها ونشوفوا شحال عندهم اولاد. كاين اللي راه عنده 4 راه مع الوالد في الاولاد. صح. كيما اللي عنده زوج ثاني نقصوا حتى بشويه. اذا في وقفه رمضان اول حاجه مهمه عندكم هي الملف الاداري. اي مواطن يتجه للمكتب تاعكم من اجل وقفه رمضان يطلب عليكم ملف اداري. انتم حسب الملف الاداري يتم دراسه في السيتياسيون تاعها شحال اسكو لا امراه ارمله ولا عندها اطفال بزاف ولا غير كاين صعوبات في التقسيم. مثلا فيه حيل كاين اللي يدي عاود يرسل لك واحد يقول لك لا روح زيد عندنا. هذه احنا ان شاء الله نحبسوها ان شاء الله. هنا ننتهز الفرصه باش نقدموا نداء للشعب المتتبعين، الناس اللي ماش تخاف ربي وفي وقفه رمضان يستعملوا كل الطرق باش يتحصلوا على الاكثريه والاكثريه. انتم عشتوها قلتوا يجي واحد يدي وعاود يبعث لكم شخص اخر عاود ثاني يبعث شخص واحد اخر وهي رايحه دونك كيما هكا. دوك المحتاج ما توصلهاش. هذه هي شغل دائما كل سنه ما تقدكمش. ما تكفيش. من العام اللي فات درنا 150 قفه وسنا رانا في 130 وان شاء الله مازال ان شاء الله باذن الله. صح. دوك الملف الاداري هو المهم. كاين ثاني ديك خطاب اخرين ميزانيات اخرين تتكلوا عليهم ولا هذا هو الملف الاداري هو الصح؟ هذا هو الملف. كاين اللي نعرفوهم كاين اللي كيما تقريبا نرسلوا ثاني باسكو كاين حنا في الجمعيه كاين اعضاء نساء ثاني معنا. كاين اللي بلاصه ما نجموش نروحوا لها ولا نرسلوا المراه هي اللي تدخل مع المراه وتشوفوا كاع. حنا ما نجموش ندخلوا تكون مراه وحده في الدار ما نجموش ندخلوا نهضروا صراحه. نعم. كاين اللي راه معنا عضوات كاين معنا عضوات في المنظمه هما يدخلوا ويشوفوا ويديروا التحقيق معاهم. كيكونوا نساء. من يكونوا نساء. دونك في الجمعيه تاعكم عندكم زوج اعضاء نساء يدخلوا معكم البيوت ويشوفوا داك البيت الا كان صح امراه المراه او مطلقه ولا عندهم اولاد وما يشوفوا معاكم. الله يبارك. ما غير ما ساعدهمش الوقت مور الفطور لانه كانوا نورمالمون يكونوا حاضرين معنا. ومن انا عارف نسموها اغلبيه الوقت المشكل الماعن والمسؤوليه. صح. دونك فيما يخص وقفه رمضان دونك مازال هذا رمضان تقدروا تزيدوا تلموا تزيدوا تعاونوا. دونك نوجهوا نداء للقلوب المحسنه والناس اللي باغي تعاون. راه قدامكم منظمه معتمده نعاود سموها المنظمه الجزائريه للعمل الخيري والانساني. المكتب تاعهم موجود بولايه بلجيم وهران وفي مكتب تاع بلقايد. المقر في بلقايد تاع المرجان.
تاع المرجان ولا الناس اللي يخصهم مساعده ثاني يقدروا يجوا عندك؟ اتصلوا بينا، ما كاش كاع مشكل حاجه اللي نجموا عليها رانا هنايا. ومن هذا المنبر نشكر ثاني شرطه بالقايد اللي ساهمت معنا ثاني في هذه المنظمه، جاو داروا التحقيق معنا، نشكرهم شكرا جزيلا. وكل مره يجوا عندنا يحققوا معنا، والحمد لله يا ربي رانا تقريبا كيما نقولوا قانونيا. والشرطه اين يلعب الدور تاع الشرطه في التحقيق ولا في هذه المساعده؟ الشرطه على حسب العلمي انايا التحقيق تاعها تشوف حنايا كيما نقولوها لي بابي تاعنا هو ريغليمونتي، لكن عندكم كاع الاوراق المعتمده. وثاني من نديروا نشاط، اذا نعلموه مرات يجوا يفرحوا ثاني هما بالعام يشوفوا الخدمه تاعنا راهم يفرحوا. صح. وبما ان قفة رمضان اللي شهر رمضان والايام الاخرى في الفطر، عندكم نشاطات اخرى؟ عندنا نشاطات. تفضل. عندنا نشاطات، عندنا المره اللي فاتت حكينا معنا نشطنا ذوي الهمم، فطرناهم كرمناهم، ولا نخاف على المحسنين. نديرو بزاف تكريمات، عندنا تكريمات بزاف، دائما عندنا تكريمات بزاف. ودار العجزه صافي هذه موسم ثالث، دار العجزه وكانت ناجحه الحمد لله. وباردون دار العجزه تنقلها وينها في وهران؟ وين المركز تاعها؟ كاين بزاف دار العجزه، كاين تاع كومبيطا، كاين تاع سانتيبور، وينها نتوما اللي انا نهضر لك صراحه لا باش الشعب يسمع فيا، انا نبغي تاع بلاطو دار العجزه. دار العجزه هما اللي محطمين، انا نخرجهم هما ونروح عندهم، وقادر نديروا فطور ثاني عندهم، درنا ثاني بركوكس كل خطره كيفاه بلاطو تاع بلاطو. دار العجزه انا واحد من الناس كل واحد شي يبغي، انا نبغي تاع بلاطو يستاهلوا. انا نروحوا ولا نشوفوا. صح. ونفتحوا الان قوسين فيما يخص دار العجزه، من خلال نشاطاتكم ومساعداتكم لدار العجزه، الاستنتاج اللي خرجتوه من الشيوخ والنساء الكبار اللي تلقاهم في دار العجزه، كيفاش تفسروا الظاهره تاع العدد في المتزايد في دار العجزه اللي نشوفوه يوميا؟ مؤسف جدا والله العظيم، مؤسف جدا. الناس الله يهديهم. كنا نسمعوا كيما قلنا، رانا كيما قالت دوك انا راديو سي كونت يعني، كنا نسمعوا ودروك نشوفوا بعينينا، كنا نسمعوا ملي تشوف بعينيك تنضر، وتاهي ما تعبر ما تشكي ما تعيا وما تقدم لهم وقليل، تعيا وقليل. وهل صحيح يقول لك في دار العجزه نلاحظوا اكثر انه هما الناس اللي عندهم الاولاد هما اللي لقاوهم في دار العجزه، هل هذا صحيح؟ احنا الله باسكو لا بيبا يقول لك بلي في دار العجزه هو الانسان اللي ما ولدش ولا اللي عاقل ولا ما عندوش. كاين لاحظوا صراحه كيما نقولوا مدارينا فيها هذه النظره على سير خالتي ديالي توجور يعرفوني صحابي يقولوا نهضر على سير خالتي. دار العجزه كاين اللي الولاد مسكون فيهم، كاين اللي ما عندهاش يعني برا من أزمة ساكنة. كل واحد وكيفاه على حسب ما نشوفوا. المهم العدد متزايد دائما العدد متزايد دائما. ثاني مادام كيما نقولوا المدير الاخر ثاني قايم بها، ثاني العمال ثاني نشكروهم، رانا نشوفوا رانا نروحوا الطاقم ثاني، انا نروحوا ثاني انا نروحوا رانا كيما نقولوا كيما الاخ ملياني خويا هذا المدير، كل ما نروحوا خويا نشكروه ثاني مادام البلاد. حصة السهرة الوهرانية على المباشر بعد الفطور. اليوم عندنا ضيوف الكرام رجال ما شاء الله، رجال ولاية وهران، معنا المنظمة الوطنية الجزائرية للعمل الخيري والإنساني. هذو اللي جاونا من بلجيك، المكتب الولائي المنظمة الوطنية. بغينا نسقسيكم الآن في هذو النشاطات وفي هذو الأعمال وهذو المواهب، وعلى بالنا بلي العمل الخيري دائما متعب، كما حنا في اللونغاج تاع عامة الناس يقول لك العيب توجور ساهل، بصح الخير دائما صعب. بحال غير نسقسيكم كرجال وعندكم عائلات وعندكم مسؤوليات أخرى وعندكم أعمال أخرى، أول سؤال مهم، يا ترى هذه الأعمال الخيرية، هذه التطوعات تاعكم، هذه المواهب والنشاطات، أول حاجة هل لاحظتم بلي تأثر على الجانب العائلي تاعكم؟ عطونا غير التفسيرات بصفة عامة. السلام عليكم. دائما نقول ثاني صحة فطوركم، وثاني دائما نشكر اخت هدى بارك الله فيها على هذه الاستضافه.
تقريبا انا غادي نهضروا صراحه، مادام هذه الخدمه اللي نخدم فيها لوجه الله وكما قال لك وفي سبيل الله، انا ما عنديش اي مشكل مع العائله. اما هذه نهضروا صراحه، المشكل وراه ونهضروا صراحه. من يجي خطره واحد محتاج يهب لك، نهضروا صراحه نزيد واحد يرسل لك. انا مع الوالديه الحمد لله يا ربي، مادام نخدم حاجه في سبيل الله، رانا نخدموا حاجه في سبيل الله، والله كما قال لك رانا نسمعوا الهضره. نهضر لك نهضروا صراحه، ندخلها من نخرجها منا، تسمع باللي فلان دار ولا دا ولا الاخر، الحمد لله كل واحد يعرف العشاء كي دار. والاخ تفضل، يعني صارت لكم تخرجوا في الليل، صارت لكم تقعدوا وقت متاخر، صارت لكم مثلا في قفه رمضان تتراكم عليكم الخدمه، تقعدوا تفطروا برا في الليل ما تدخلوش. هل الجانب العائلي اثر هذا العمل التطوعي وهذه الموهبه اثرت لكم على الجانب العائلي؟ شوفي يا دكتور، والله بالعكس الجانب العائلي ما كان حتى مشكل، كونترا يشجعونا والحمد لله يا ربي. شوف العمل الخيري عنده ذوق، كي تعمل دير العمل الخيري عندك ذوق، اللي ما داش العمل الخيري ما عندهاش ذوق تاع هذا. كي دير العمل الخيري ترقد هاني، تحس باللي شعور واحد اخر كاع اخر. هذه هي. الله يبارك. صح، هذا فيما يخص الجانب العائلي. نروحوا للجانب تاع المجتمع. لاحظوا بلي المجتمع تاعنا كيسمع كي من هكا منظمات او جمعيات ولا يسمع قفه رمضان كما هادو جبناها لكم على المباشر من وهران بلجيك، نلاحظوا بزاف الانتقادات من الشعب. انا معاهم ونشوف الشكاين، نشوفوا بزاف المشكل تاع الهجوم، بزاف عندهم ديك الفكره السلبيه. يقول لك هذا دخل منظمه باش هو كاش ما ياكل معاهم، يقول لك هذا قفة رمضان باينه تهلا في فاميلته وفي التوعه وفي جوارينه ومن بعد عارف يتفكر المحتاجين. هذا داخل في منظمه جمعيه باينه ياكل منها. كيشوفوا العقل تاعهم، لاحظنا المجتمع تاعنا العقول تاعهم الاغلبيه لا تتقبل وجود ناس تدير الخير من اجل الخير، ما يستوعبش الفكره أن يقدر يكون هناك رجال كما نتوما ما شاء الله راكم تتعبوا وتسهروا وتلموا قفة رمضان وتخدموا من أجل حب التطوع وحب الموهبة وحب الخير. توجور شعبنا الأغلبية عندها الجانب السلبي والفكرة السلبية، ويقول لك هادو عندهم ان انتيغي، عندهم مصلحة. يا هل ترى السؤال موجه لكم، ما هي رأي ولا نظرات المجتمع ليكم وانتم كل رمضان ديروا قفة رمضان في الفطور تعاونوا المحتاجين؟ كيفاش تلاحظوا المجتمع والنظرة تاعه والهضره اللي تسمعوها يوميا؟ شوفي الاخت، الهضره كيما قال لك نسمعوا نهضروا صراحه، تمدله ما تمداش والله غير تسمع ما نقولوا كاين خويا كيما قال لك الله يبارك، كاين اللي يجي المكتب يقول لك يا خويا بارك الله فيكم ويفرحان، وكاين هاد المستثمرات هذه الايام القفه من تعطي القفه ما يروح يقول لك هذه قفه راني منقص هذيك انا مصروف تاع سيمانه ولا سيمانه ونص، انا غادي نهضرها كيما قال لك راي، انا الدوله ما يعطيني باش نمد لكم، انا نخدم بربي والمحسنين، انا نقبض التليفون نعيط فلان عيط صاع نهضروا الواقع، نعيط لصاحبي ولا الاخر فلان خصني اش باغي ندير، يقول لي روح هاك روح ما تشوش موراك كيما هكا، نخدم بربي والمحسنين، انا الدوله ولا الاخر ما تعطيني، ما يجي واحد محسن ويجي واحد يحاسبني كيما هكا، انا نخدموا حاجه في سبيل الله والله رانا نتعبوا قبل رمضان نتعبوا وشهر رمضان نتعبوا. هذه اذا ملخص الامر تساعدوا المجتمع يعاون ولا يزيد يحطم؟ كاين شويه نهارو كاين اللي يشجع وكاين اللي يزيد يحطم. هضره الناس دائما تبقى اخوتي، دير على هضره الناس، ما ديرش عمل خيري، ما دير اي حاجه حتى في حياتك ما ديرش، اللي بغى يهضر واللي بغى رانا في مجال تسمحي لي، رانا في مجال حنا راهم يعرفونا، رانا في مجال ثاني حتى الدواء ثاني كاين دواء رانا نمدوا لهم الدواء يجيبوا لنا ثاني، كاين اللي عنده الدواء ما عندوش فين يديرها يجيبها لنا المكتب، رانا ثاني نمدوا الحفاضه الكبار ثاني، رانا كيما قال لك رانا حنا الخدمه تاعنا على مدار السنه، ماشي غير شهر ولا حنا نمشي من الناس تاع الشهر، رانا نشوفوا ظروف رانا نشوفوا كاين من يجي شهر رمضان يا خويا يوجد خدمته يوجد كيما نقولوا نهضروا القفه، حنا رانا على العام. انا واحد من الناس ثاني هو خويا كاع تقريبا انا مقبره تاع بلقايد وانا نسكن في بلقايد 4 سنين، انا مقابلينها في سبيل الله، بصح من الهضره خرجت من المقبره، خدمنا وصلنا حتى واحد جات انسان محسن بغا يدير حاسي فيها، هذه الهضره نهضرها بس حب بلقايد يسمعوها ثاني. جبنا محسن باش يحفر حاسي ما خلاوهاش، حاسي نقول لك ما خلاوهاش. طبعا ليه ما خلاش في بلقايد يبنوا الحاسي في المقبره؟ هل من الشعب المجتمع؟ من الشعب روح من الشعب، نهضروا الواقع من الشعب. وعلاش لي زارغيومون الشيء اللي خلاهم
يمنعوا بناء الحاسي حاسين حتى انا نقولوا كل واحد شي يهضر يقول لك لا انا جبت تيو بلا ما يحفر منا، كل واحد وريه يعني يقول وريه كيفاش يخمم، كل واحد كيخمم. حتى السيد انا قلت له انا رسلوا لي حتى السيد تاع روح نلقى روح مقبره واحده اخرى. حنا رانا في دومين الخير هذا تعمل وين رانا كيما قال لك على مدار السنه ثاني كيما قال لك ما عندش بزاف ثاني درنا تاع ذوي الاحتياجات هضرنا وثاني في تاع توزيع القفه وعمرنا القفه باش نديروا فكره للاطفال، جبنا الاطفال درنا لهم الشهادات جاو فرحانين وخدموا. نقول لك في القفه كيفاش عمل تطوعي هذا انا نعلموهم، انا شعمل خاطر نخرجوا هذو الاطفال معانا كيما نقولوا للشارع باش يعرفوا العمل التطوعي. نسيتو تدي له الشهاده والاخر يكون فرحان. خدموا معانا القفه فرحانين بالشهادات وكاع فرحانين. خدمتهم في العمل التطوعي في مقبره خدمتهم فرحانين. ولا هذو الاطفال واللي حوسوا علينا وين تديروا اعمال خيريه نجوا نعاونوا صاين باش نزرعوا فيهم هذا العمل التطوعي. حنا راه كيما قال رانا كبرنا هذه كيما قال لك الدنيا عند الكبير عند الصغير، ماذا بينا حنا على روحنا تبقى عند الصغار ثاني هذا خدم العمل التطوعي. يعني زعما للاسف كون خلاو الحاسي يتبنى في المقبره هو شيء ايجابي. شيء ايجابي يعاون في المقبره. حاجه حنا نشوفوا بزاف المقابر الناس تروح تسقي القبور تاع العائلات تاعهم يجيبوا الماء معاهم ويجرجروا والتعب. يعني كون خلاو الحاسي يتبنى في بلقاي في المقبره حاجه مليحه، بصح الشعب هو اللي الفرض. الشعب كل واحد كيفاش يخمم في هذه حاجه. تاسكم فهمتوا علاش الشعب ما بغاش الحاسي باي نظره؟ هي نروحوا من كيما نهضروا ثاني نزيدوا ثاني كاين نداء حنا نطلبوا من السلطات المعنيه ماذا بينا مقبره بالكاي هما السلطات المعنيه دير عمال تاعها صايب حبسوا العمل التطوعي في مقبره بالكاي. رانا كي نعرفوا واش كاين نحبسوا العمل التطوعي مقبره بالكاي. لقوا العمال نظافه هما اللي يجوا يخدموا هما دابا يديروا حارس في مقبره بالكاي. جينا دروك هضرنا على مقبره بالكاي هضرنا كاين ماذا بينا كيما قال لك البلديه ثاني تشوف ودير العمال وتقابل ثاني المقبره هذه ثاني حاجه تعبي الطرق الله يبارك صح. وفي الاعمال التطوعيه اسكو عندكم حالات في هذه الثلاث سنين هذه المنظمه الوطنيه مكتب بيولوجي هذو 3 سنوات وينها الحاله اللي حسيتوا بلي اثرت فيكم بزاف ما تنساوهاش؟ هي كل خطره تشوف ما كل خطره كوفيد موسم كورونا ثاني في ثاني صعوبات. خدمتوا في موسم كورونا؟ خدمنا في موسم كورونا في صعوبات بزاف دار العجزات اللي ما ننسوهمش. كاين حاله بالذات اثرت عليكم؟ دار العجزه دار العجزه دار العجزه صحيح هذيك هي اخر دنيا تلقاهم يبكوا باش مش عارف ما نجمش يفرحوا شويه يشوفونا يفرحوا ويشوفوا ياكلوا هكا ويرقصوا من حاجه مؤسفه والله. ويعاودوا يقعدوا يحكوا لكم زعما معنا ويجمعوا معنا نضحكوا معاهم ندهوهم نفوتوا معنا كل واحد يحكي الهم تاعه كل واحد يحكي الهم تاعه. الله يبارك وان شاء الله ربي يجازيكم امين وتلقاو الناس تساعدكم اكثر واكثر ان شاء الله يا ربي. قلتوا لي هذه المنظمه الوطنيه هذا عمل تطوعي موهبه من عندكم نشاط تطوع خير من عندكم، لكن في حياتكم اليوميه عندكم الاعمال تاعكم. الاخ قلت لنا عندكم مكتب اعمال في بلقاي واسمه مرجان والاخ هكا عامل حر. العمل تاعكم من تسحقوا عندكم مسؤوليات عندكم لي فاكتور العيشه راهي غاليه. يا هل تراكم تقدروا ديو توازن ما بين العمل التطوعي والاعمال تاعكم في حياتكم العاديه؟ نعم تسمع في حقك تسمع في وقتك باش تضمن لك خدمتك تبروغرامي روحك تقعد تسهر في الليل باش تدير عمل خيري تسمح ثاني تنوض بكر ثاني كيما هكا. هي الحمد لله كيما نقولوا شو مادام رانا في العمل الخيري وربي على بالاش راه داير ثاني خونا انا خدام عند روحي انا اللي خدام عند روحي. حنا راه عندنا وقت اللي تنجم تاع 10 11 عندنا عمل خيري ماشي كيما واحد زعما يكون خدام عند الدوله ما ينجمش كيما حنا ربي راه دايرنا رانا خدامين عند روحنا. ثاني خويا خدام عند روحه انا ثاني خدام عند روحي. ثاني خونا راه معنا ثاني لوتريتي متقاعد من الجيش بارك الله فيه دائما حاضر معنا في هذه الاعمال الخيريه. ثاني نشكروا شكرا جزيلا الخضر بوحسن نسينا باش نجيب دوك قبيله انا تفكرنا خونا دروك ونشكروك من هذا المنبر مزيان خدامين عند روحنا رانا عليها توجور اجور في هذا العمل الخيري. ننتهزوا الفرصه اسكو تقدروا تقدموا نداء او نصيحه
للمتتبعين تاعنا فيما يخص تنظيم الوقت. علاش كاين ناس غير خدمته وما سلكش منها، ولا يجوا عندنا ناس تجاره واحده ومازال ما سلكهاش، ولا يخدم في مكتب يقول لك صاي عييت. كيفاش راكم قادرين تنظموا الوقت تاعكم ما بين الموهبه تاعكم الاعمال المتطوعه وما بين المكتب الحر تاعكم؟ اين هو اللغز في تنظيم الوقت؟ كل شيء من قدرة الله سبحانه عز وجل. سبحان كل شيء بربي سبحانه. توفيق من الله. توفيق من عند الله. هذه توفيق. لا انا نقول لهم حاجه، انا عندي لاسياس كل يوم. انا لاسياس كل يوم ما بين والله يضحك ما بين 1 ل 3 مع هذيك التليفون سيلونسيو. خاصة رمضان. لا رمضان نورمال كاع نهار برا، بس عليا الاخرين كاع يعرفوني الخدمه ما نروحش نخدم. نظن ثاني باش توافقوا ما بين العملين، ما بين الناس اللي تبكر، ما بين الناس اللي تسهر. نبكروا ماكش من نوع اللي يبدو صباح. لا نبكروا ونمشيو نخدموا نشاط تاعنا النشاط الخيري ونقعدوا في الليل نسهروا معاه. نبكروا نورمال نبكروا الحمد لله والتوفيق من عند الله. وعندنا ثاني بزاف نشاطات، عندنا ثاني الدخول المدرسي، الادوات المدرسيه نوجدوا له كل سنه. عندنا خدمات عندنا 180 هكا محفظه. 180 محفظه. 180 محفظه. عندنا شتاء دافئ، كاين لي كوفرتور، كاين لي شوفه. لي اس دي اف، الناس اللي هي برا. لي اس دي اف. تلموا كاع الغطاء وتقسموا لهم. نقسموا لهم. ما عندناش بزاف اللي درنا. درتو الاس دي اف. درنا الاس دي اف، خدمنا خرجنا في الليل ثاني بالغد ديال الاخر. ثاني الغذاء دينا من الغذاء الله يبارك. نخرجوا. كيسموا هذا العمل قلت لي دفء شتاء. شتاء دافئ. شتاء دافئ. تهتموا بالغذاء ولا التغطية؟ الناس تاع برا. الناس برا كاين ناس محسنين جابوا لنا الكوفرتور، جابوا لنا الماكله طايبه وانتم تقسموا. وحنا نقسموا. وهنا نفتحوا حاضنتين. علاش انا نلاحظوا في ولايه وهران عدد المحتاجين في الشوارع، عدد الناس اللي تنام في الشوارع في تزايد. بكي مثلا ما كناش هكا في الليل عند فيروش تحبس تلقى كاع حكاين الناس تطلب. انا نلاحظوا غير عند فيروش تحبس باللاباطو تاعك تلقى بزاف ناس تطلب. في اللي تفوت تلقى الناس هكذا النساء راقدين في الشوارع. عدد المحتاجين لاس دي اف تاع الشارع راهو في تزايد. انتم راكم في الميدان، ما هو السبب؟ السبب كاين لي حيل، كاين لي حيله دايرها حيله عايش بها كيما محتاج هو حيله. محتاج هو دايرها حيله. وفي هذه النقطه تقدروا نتوما تفيقوا ما بين ما تنجميش تفيقي به كسوتهم صغار هكا ما تفيقيش. تعطيه بالسيف ولا يجي انسان. ما تقدروش تفيقوا لك هذه الخدمه ولا السنه اللي فاتت انا صرات لي كانوا واحد كيما نقولوا اس دي اف مراه كيما نقولوا قالت لي بيجوا سمان ما تخلي صحاب الهلال الاحمر يجوا عندي. علاش؟ خافت. لا دوك مين تدخل لي المركز يدوها ثاني هادو من يبداو يعيطوا لهم من يدخلوا المركز ما يقعدوش في المركز، يبغي يكون برا لا ليبرتي نهار برا يعيش برا يعيش نبيبي. بصح مين يدخل المركز صاير شغله مقبوض. بصح حنا من الاحسن من يدخل المركز راه مقيد، راه متبع، راه مع الطبيب، راه كلش هما والفوا برا كيما نقولوا. هذه حيله كاين وكاين، ما نهارش منا نقولوا كاين وكاين. بصح راكم تلاحظوا بلي عاده المحتاجين في تزايد. في تزايد راه دور من تمشى تلقاني نقول لك يخرج لك 2 3 4 مازال كاين. نهضروا الواقع كاين راه داير خدمه. نهضروا حتى هذيك الطلبه تاع برا كلو كانوا نتبعوا كانوا دايرينها كيما قال لك مهنه. نهضروا الواقع. بصح المشكل كيما يقول لك واحد يخصمها على الاخرين. هذه هي على هاد الناس ولات ما تمتش. انا واحد من الناس باش تمت صايت لي هذا ما غاش يديها، هذا بالك ديفيسيو. رانا نشوفوا قلت له الوقت اللي رانا فيه تاع وقت التواصل الاجتماعي رانا نشوفوا كاع شكاين، رانا نشوفوا كاع. بصح حنا بما اننا مسلمين ونامنوا بلي النيه تصدقها الاعمال والنيه تسبق، هو الانسان يدير الخير. هذيك معدوده عليك. نهضروا صراحه بديتها راهي معدوده عليك. هذه تبقى هو بينا بين مولانا. بينا بين وهذه حاجه باينه. هذاك انسان تنجمي تعطيه غذاء، تعطيه شي حاجه خاصة كي تكون هكا كي راكم ديروا الغطاء العشاء كاع كيما معليش تقد مدله نورمال. انا حضرت ولا كانوا معنا حضرت في اللي كان نقول لك لي لو كان واحد اخر يجبد بصح انا لا نقدم هذا معدوده في سبيل الله. تكمل معناها بس ولا بقينا نشوفوا هذاك دايرها خدمه لا ما تبقاش هذه بينا بين مولا ما تنجميش تعرفي اسكو محتاج ولا ماشي محتاج ولا هنا ثم نحتاجوها في وجه الله في وجه الله. ربي يكتب هذا ما عندكش هذه صح. باش نكملوا الحصه تاعنا ونخدموها نقدموا نداء
في اي ميدان راكم تحسوا بليكم ضارين في هذا العمل التطوعي؟ هل لديكم نداء يتقدموه مادام الناس راهي تتبع فيها؟ من هذا المنبر كما قال لك المنظمه الجزائريه للعمل الخيري الانساني، معكم السيد شريف حضريه محمد وعود بالهلال الاحمر الجزائري مكتب وهران. نطلب المساعده يد العون عشان خاطر نديروا حمله نظافه. ماذا بينا تكون ثاني تسهيلات من عند كما نقولوا السلطات، مع ثاني المير. ماذا بينا حنا مير نروحوا عندنا نعطوا كما نقولوا نتفقوا ولا نقولوا غادي نخدموا حاجه. ماذا بينا سنينا كما نقولوا، ماذا بينا بالخوف. حنا ما نطلبوا والو من عندهم، حنا غير كما نقولوا سنينا سي بون روحوا خدموا في سبيل الله. حنا نخدموا في سبيل الله، ما عندنا اي حاجه من جهه الامن ولا من جهه الدوله، ما عندنا اي حاجه. حنا مخدومين، حنا ربي دايرنا في سبيل الله. ماذا بينا من نجوا عندكم يا خويا، ماذا بيا كما قال لك اكتيفيلي. حنا رانا باغيين نديروا تاع المقابره، نقوا المقابره، نعاودوا نديروا المقابره تاع بالكايد على السحر وهذاك. دوك الله يرحم بك انا نروح ندفع لكم نقارع باش تدي لي الاوكي. صاي نكره نهضروا صراحه. راني باغي نديروها بصح على جال هذه رانا نحبسوا. هذه هي ماذا بينا. راكم تعرفونا انا كما قال لك رانا نتمشوا ما يلقونا غلاويين يجوا يسلموا علينا. انتم تخدموا هذه في سبيل الله، انتم حنا ساولينا معروفين كيما. ماذا بينا ما نروحوش اداره ويشوفونا عاونا غير في الوقت حاجه في ماشي صوالحنا، ماشي ما تعاونوناش في صوالحنا كيما نقولوا الشخصيه ماديه. لا ما تعاونيش في صوالح الشخصيه، اجراءات في العاون في اجراءات العمل الخيري. كيما من نجي نقول لك خلي لي حاجه يقول لي لا ما نخلي لك حاجتك. لا بصح في حاجه في سبيل الله وقف معايا في سبيل الله. هذه والاخ تفضل عليك النداء باش اذا ان شاء الله المحسنين ان شاء الله يتقدموا الى المكتب ان شاء الله باذن الله. لما اي انسان محتاج نطلبوا منه يجي عندكم. المحسنين يعاون ندرسوا القضيه تاعها. محتاج له ملف اداري. ملف اداري ونطلبوا من المحسنين ان شاء الله يجوا. ولحد الان زرنا عندكم محسنين زعما فيكس كل عام هو معكم تقريبا كل عام نفس الاشخاص اللي فيهم الخير دائما يمدوا كميات كبيره. ما شاء الله. صح. فيما يخص نحاول نفتحوا حاضنه فيما يخص قلتي تاع المقبره والمشكل تاع السحر. ملي كنتوا في واحد المرحله ديروا تطوعات واعمال خيريه في المقبره وتروحوا تلطفوا، صادفتوا مشاكل كثيره ولا اشياء غريبه؟ درنا خطره حمله تطوع، حمله تاع النظافه تاع السحر وكاع في المقبره تاع هذو صراحه لقينا كانوا معنا اي مجموعات كانوا حاضرين معنا ثاني. حنا ما نقوش غير هكا ولا كانوا زعما لقاو ثاني. الله يهديهم، هذا لا يدير حاجه بخوه ولا كيما قال لك الله يهديه. سيدي كيلاني ما عام لقيتوا فيها المقبره تاع بلقيت؟ 2022 كانت كورونا جازت. كورونا صحيح كانت كامله صح. وكي لقيتوا رحتوا جماعه كبيره رحنا الاعضاء ولا وحنا المتطوعين درنا كيما نقولوا اعلان وجاو المتطوعين هذو صراحه جاو خدموا. كاين اللي جاو خدموا وكاين اللي في ديارهم طيبوا وجابوا الفطور عادي ذاك النهار كيما قال لك. كاين اللي عاون غير من بعيد. لقيتوا كاع المقبره كامله وجاو السلطات البلديه ثاني عاونونا بالعمله وكان ندو معنا زاد جامد. الله يبارك عاونونا الله يبارك. جابوا لنا ثاني الماتريال، جابوا لنا الشارجات. كانت كاينه حمله باسكو حنا درنا بالمنظمه لونسيناها وذهبنا روحنا عند البلد البيجي لونسينا شغالين نديرو. ماذا بينا هنا بالفكره خطره تندار ماشي كل عام ان شاء الله نديرو خطره 6 موا الاخر. ماذا بينا هنا لا عندناش عامل فكره. ماذا بينا ثاني في بالقايد ثاني نهضروا منا جينا في دروك انا في هذه الحصه راه فيها مشكل للنقل. غادي نعاود نقولها، راه مشكل للنقل في بالقايد. دوار مين كان دوار ماش دوار هذا بصراحه القديمه بالقايد القديمه. انا نقولوا دور باش الناس تعرف بالقايد اللي نهضروا عليه. المشكل اللي راه فيها النقل والله لا. هضرنا وحنايا كيما راك تشوف حنا ثلاثه عندنا في هذه الحصه كي خويا كي خلق وحسن روحنا للنقل مديريه النقل ودفعنا لهم على النقل. حنا لقينا واحد من الناس مانيش مضرار اخويا ماش مضرار بصح كاين ناس مضراره. حنا اللي لقنا نهضروا عليهم ونضربوا عليهم على النقل. ماذا بينا يشوفونا غير نبدو غير بهذه تاع النقل تاع لي بيسين ديالو من تما. الناس هي مضراره والله لا راهي مضراره. كان عندكم زوج حافلات. كان عندنا زوج خطوط ماشي زوج حافلات زوج خطوط. دو لين. كان عندنا خط 31 قديم كاع الاول وكان عندنا خط الصين. دروك لا خبر عليه. ما كملوهمش والو. ما ردوهمش قلعوهم كاع. دروك الناس تنقل بالكلونديسيون. الله يرحمو دروك 2025 ما كاينش بيش ولا فيه تما مازال الكونديسيون تاع سامي كاين جينا كاين لي 53 بعاد علينا بزاف ما يساعدوش بلا دوار بكي ما يساعدوش. تبقى هذا الدوار بكا دائما كشغل منعزل. منعزل
منعزل، نقل غائب تماما. واللي يخدم كل يوم يقرا كل يوم كلونديستان. كل يوم كونديستان يوميا. كونديستان يوميا على كونديستان. هذا هو المشكل، المشكل الكبير تاع الوباء. نتمنى تكون هناك أذان ساخنة ان شاء الله ويسمعوا هذا المشكل. ان شاء الله يسمح وزير النقل. وزير النقل كان والي وهران يعرف المشكل. عارف اكبر المشكل كاع اكثر من نوع على بالهم شكل بل قضيه وقت ويسدوا المشكل. نشكركم على حسن المتابعه. راكم شفتوا في هذه الحصه بينا بلي كاين رجال في الخفاء يخدموا الاخوه هذو ما شاء الله لمده 3 سنوات وهما يديروا نشاطات تطوعيه خيريه، المقبره، غرفه رمضان، الشتاء، الاطفال، الدخول المدرسي، وما كاش واحد كان سامع بهم. هذه الحصه السهره الوهرانيه الهدف تاعها تبين ان في الجزائر ما كاش غير الغناء، في الجزائر ما كاش غير الممثلين، في الجزائر ما كاش غير الفكاهه، في الجزائر كاين رجال وكاين نساء وكاين ناس تخدم وناس تتعب. الحصه تاعنا الهدف تاعها نعطوا فرصه لكاع هادو الطاقات الايجابيه اللي راهي كاينه. وسمعتوا نداءات تاعهم، قلت لكم اي واحد محسن وباغي يعاون وينضم عليهم ماديا او معنويا يتجه الى المنظمه الجزائريه للعمل الخيري والانساني. المكتب تاعهم بلجي ولايه وهران، المكتب المقر موجود في بلقايد، مكتب اعمال المرجان. وراكم عقلتوا على هذا الرجال ما شاء الله باش نساعدوهم بالكل، وان شاء الله بالكل نتحد لعمل احسن وجزائر احسن ومجتمع احسن. وصحه صحوركم، ونلتقي في حصه اخرى من السهره الوهرانيه بعد الفطور كل يوم في شهر رمضان 2025.